دي الاكله الرسميه للناس الطيبين، شويه رز بشعريه وطبق ملوخيه وحته فرخه محمره. طعمها خطير وبتنزل القلب على طول مش المعده. اول حاجه هعملها هشوح الفراخ بتاعتي كده في نقطتين زيت، وانزل بالتوابل بتاعتي، شويه فلفل اسود، مكعب مرقه، وورقتين لورا، وليمونه كده صحيحه، وانزل بميه لحد ما اغطي الفراخ واسيبها بقى كده تستوي تقريبا نص ساعه. على ما الفراخ تستوي اكون انا بقى عملت الرز بالشعريه. كيس شعريه في شويه زيت، واديله تقليبتين حلوين كده لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل ده، واكون غاسله الرز وابدا انزل على الشعريه واغطيها ميه. واظبطوا بقى الملح زي ما تحبوا، واسيبوها كده تستوي تقريبا تلت ساعه، هتلاقوا كله تمام. طبعا هنا الفراخ بتاعتي كانت استوت خلاص. نعمل بقى الملوخيه، فصين توم، نديهم تشويحه حلوه كده لحد بس ما تشم الريحه. بعد كده تكوني مقطعه طماطمتين مكعبات، تديهم تشويحه. بعد كده تنزلي بمعلقه كزبره ومعلقه فلفل اسود، وهنا سبتها تقريبا 10 دقايق كانت اتسبكت. نزلت بالشوربه بتاعه الفراخ. اول ما تغلي معاكي تبداي بقى تنزلي بالملوخيه الناشفه، تقلبي طبعا وانتي بتنزلي بالملوخيه. هنا كان القوام بتاعها حلو، لا خفيف ولا تقيل، واحنا بنحبها كده. وكمان الرز بتاعي كان استوى، ودي احلى اكله هتاكلوها في حياتكم بجد.